السلام عليكم ورحمة الله. إخواني، كم مرة سمعنا في بيوتنا ملينا من أكل الدجاج؟ كم مرة سمعنا ملينا من أكل اللحم؟ كم مرة حتى في أماكن راحتنا سرايرنا اللي ننام عليها اللي شارينها بعشرات بل بمئات الدنانير نقول يا أخي ما هو مريح هالمسكن، هالفراش والله كسر ظهري. كم مرة نحن نتكلم بهذه العبارات؟ كثير والله. الآن احنا وقفنا في هذا المكان في الصحراء، شفتوا هالسور هذا؟ خلفه عائلة مكونة من تقريبا 8 أنفار. الآن بندش داخل بنشوف شلون عايشين وشلون تعيش هذه العائلة. هذه أم وبنتها عندهم أكل اسمه الدخن، يعتبر مثل الحب، يحطونه في هالمكان ويدقونه، يطحنونه طحن ويزيدون عليه الماء ويأكلونه. هذه الوجبة الرئيسية اللي يعيشون بعد الله سبحانه وتعالى عليها. هذيلي 5 أطفال ما كانوا لابسين أي شيء أبدا، لا البنت ولا العيال الأربعة دول ما كانوا لابسين أي شيء. الشباب جزاهم الله خير كان معاهم بيجامات وعطوهم. أسألكم بالله كم مرة في البيت سمعنا من الأم تقول للزوج ترى بنتك ما عندها ملابس؟ كم مرة الولد يجيك يقول لك يبا ما عندي ملابس؟ هو في الحقيقة لو فتشت الكبت لقيت فيه كثير من الملابس، لكن اللي لابسها صار لها شهر وشهرين خلاص انتهت مهمتها، ما عاد يعتبرونها أصلا من الملابس. بيوتنا وشققنا اللي نسكنها 3 غرف 4 غرف 5، بعضنا بيت 2، ونقول يا أخي البيوت ضاقت علينا، البيوت زحمة، الواحد لازم يطلع برا، خلاص لازم يتوسع. الآن هذه غرفة هي سكنها قرابة 8 أنفس. شوف يا إخوان هذا السرير اللي ينامون عليه، تخيل غرفة رمل ما فيها حصير ولا فرشة ولا أي شيء، وهذا السرير اللي ينامون عليه طابوق وخشب وفوقه قطعة قماش بالية ينامون عليها عشان تكون حاجز بين الجسم وبين الخشب. شوف هذا سرير ثاني، هذا سرير ثاني، شوف مربط مع بعض، فوق حصير بس يفرشونه بالطريقة هذه وينامون عليه. احنا نشتكي من سرايرنا تعور الظهر، شرف ظهورنا، ما هي مريحة. هذه امرأة كبيرة، هذه الجدة امرأة عجوز والله يا اخوان في صحراء بعيدة ما حولهم اي شيء، مريضة حسيرة كسيرة فقيرة، لا دواء لا شيء، بس قاعدة على حصير. لما وصلنا كانت تعبانة نايمة، عطوها الشباب معمول، قعدت من فراشها واكلت لها لقمة كأنها مبشرة بهالقطعة المعمول اللي عطوها اياها. أسألكم بالله بعد ما شفنا وضع هذه العائلة، أما آن لنا أن نقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؟ أما آن لنا أن نتفكر ونتدبر في النعم اللي قاعد نعيش فيها؟ أما آن لنا أن نتوقف عن التبذير والإسراف والعبث بنعم الله تبارك وتعالى؟ والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لتسألن يومئذ عن النعيم.